عمليات التجميل دي في ناس كتيره بترفضها وفي ناس كتيره بتشجعها، ايه القصه دي بقى؟ لا انا بحس ان هي عادي جدا، ولو بالذات في يعني حاجه معينه في حد ومتضايق منها ومأثره على نفسيته وكل الكلام ده لازم يعمل كده. بالعكس ده حاجه هتزود من ثقته بنفسه وتخليه احسن. طب هو فعلا في فلوس كتيره بتتصرف على الادوات بتاعه الميك اب ده؟ بالنسبه للفلوس، انا امبارح كنت بسمع بودكاست كده معين لدكتور يعني، فكان بيقول ان هو يعني هو بيهزر، بس هو بيقول ان انا باخد، انا حرامي. هو بيهزر بس طبعا بيهزر، بس هو الفكره كلها هو بيقول انه الارقام فعلا كبيره جدا، بس المهم الريزلت في الاخر تبقى عامله ازاي ونتيجتها تبقى كويسه، وان هو الشخص هيبقى ساتسفايد يعني. بس الفاينل يعني انا شايفه ان دي حاجه صحيه لو هتزود من ثقه الواحد بنفسه وتخليه حاجه طبيعيه وما يبقاش متضايق ولا اي حاجه. بالعكس يعني بس ما نعتبرش بقى. بس معلش الدكتور اللي انت بتتكلمي عليه ده دكتور تجميل يعني؟ بس هو حد فيمس جدا يعني. جدا هو كان بودكاست معين وكان بيقول ان الحاجات دي مهمه، وكان بيتكلم على ان في ولاد بيعملوا نحت جسمهم في كنت انت اول الحلقه حتى بتقول نفس الكلام. ايوه في رجاله بتعمل كده. بتعمل كده، فكان الناس بتقول له في حد بيعمل كده معقول؟ قالوا له طبعا في حد بيعمل كده، هو مش حاجه غلط، هو فيمس لدرجه معينه، لدرجه ان هو الحته دي مهمه حتى في شغله اللي هو بيعمل العمليه. لا وفي ناس في مطربين وممثلين معروفين يعني هم عاملين الموضوع ده، وبيروحوا الجيم بس عشان يتصوروا. لا يعني ان احنا بنروح الجيم، لكن هو الجيم مش هو اللي عامل كل ده يعني، ما نحورش على بعض. ما هو قال كده فعلا، وكان بيتكلم ان ده حاجه طبيعيه، وانه ده، وانا كمان مقتنعه ان دي حاجه طبيعيه جدا جدا، واي حد من حقه انه يعمل عمليه لو هو كمان بيتاثر بشكل خلي ثقته بنفسه عاليه، فمن حقه يعني. ده كلام جميل. يعني لو جوزك جه قال احنا هناخد جزء من ميزانيه البيت علشان مثلا اعمل حاجه لنفسي، مش لا مش هقول لا خالص، لان شايفه انه ده من حقه، لانه لو اتقلبت الايه هبقى انا بالنسبه لي طبعا لازم، فيبقى ليه هو لا. سيد جمال عليكي، نورتيني جدا، اشكرك جدا. باي باي.